السلام عليكم، يعطيكم العافية متابعين الشيف شامل، يسعد لي اوقاتكم جميعا. اليوم بهذا الفيديو بدي احكي على موضوع بصراحة كثير متابعين طلبوا مني، بس اليوم اجى دوره واجى وقته. نصلي ونسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نبدأ بالموضوع مباشرة. كلامي بوجهه لكل انسان عم يفتح مطعم بكافة انحاء العالم، ان كان مطعم صغير وان كان مطعم كبير. تمام؟ يعني انت اليوم يا صاحب المطعم الله يبارك لك برزقك وبمحلك، مين ما كنت تكون. نحن ما عم نحكي على حدا معين، عم نحكي نحن بشكل عام. يعني انت اليوم عم تفتح مطعم، عم تتكلف 500 600 700 الف دولار للمليون دولار، عم تتكلف بهذا المطعم. يعني عم تعمله على اعلى مستوى، ان شاء الله ربي بيبارك لك وبيرزقك وبيكرمك وما بيخجلك ولا بيفشلك. تمام؟ عم تاخذ مخازن، عم تاخذ تشتري معدات، عم يكلفك الموضوع كله كامل بحدود 900 800 للمليون دولار. هذا المطعم له اساسه هو التست والطعم والاكل. تيجي توصل لعند الاكل والطعم والتست، بيجي لعندك بيقول لك بدي تستات من عندك بمعيتك، بدي اشتغل ونجح محلي، ايه على عيني وراسي. فبتقول له لما بتطلب انت مقابل مادي تجاه تتبيلك وشغلك وتعب سنينك، ليش وما ليش وكتير وقليل. لك يا حبيبي انا اليوم عم بعطيك تعب مثلا 10 سنين، 5 سنين، تعب 30 سنه، انا من حقي استفاد من تعبي. يعني انا اليوم اعطيك تستات ورسبي واصناف وانت محلك ينجح وامورك بخير، وانا ما استفاد بتعبي؟ لا، وشو بالاخر بكبني على اول مفرق؟ هذا كلام لا يجوز، وهذا كلام لا يعقل من اصحاب المطاعم اللي عم تفتح. انا كثير شيفات حكوني يا شيف يا اما بعطيه التست يا اما بده يبطلني. لا، بقول له لا بطل، لا تضل عنده، هذا انسان اناني. يعني هو اليوم ولنفترض يعني اكثر من حدا حاكاني، مش هيك انا عملت هذا الفيديو. يعني بداوا يحاكوني باخر شهر بكثافه بهذا الموضوع. انت اليوم لما بتعطيه الريسبي تبعك وبتعطيه تعب سنينك لصاحب المطعم، هل اخر الشهر بده يقول لك تفضل يا شيف هدول لك، ما لهم علاقه باجارك لانه نحن شغالين بتستاتك وبالريسبي تبعك؟ لا والله ما راح يعملها، لا والله ما راح يعملها، وما في حدا بيعملها. فمنشان هيك اي شيف بالعالم اذا بده يعطي تعبه وتعب سنينه وتتبيله وصوصاته لاي حدا، فمن حقه ياخذ حقه. يعني هذا حق طبيعي لاي شيف. وصاحب المطعم بتلاقيه حاطط 600 و700 مليون دولار على مطعمه، بيوصل لعند الشيف وبده ياخذهم ببلاش، وبيتعافن على تعب سنينه وعلى تعب عمره للشيف. طب ليش؟ لك ليش؟ ومن هذا الفيديو بوجه نداء لكل الشيفات المحترمين، اخواتي اصحاب المهن بكافه انحاء العالم. اي صاحب مطعم بيطلب منك الريسبي تبعك او صوصاتك او شغلك اللي انت تعبان عليه سنين طويله، لا تعطيها الا ما تاخذ مقابل مادي يرضيك. هذا حقك، هذا تعب سنينك، هذا عرقك، هذا جهدك بهالحياه، وهذا اخر ما توصل اليه خبرتك بهالحياه، وخاصه بالحياه العمليه بالمطعم وبالحياه المطابخ. لانه موضوع المطبخ كتير كتير رهيب وصعب. لو صاحب المطعم بيعرف قديش الشيفات تعذبت لوصلت لمستواها كان عذرهم واعطاهم بضل الالف خمسه. فبوجه نداء لكل الشيفات حبايب قلبي واخواتي، لا حدا يعطي ريسبي لصاحب مطعم الا ما ياخذ حق الريسبي، هذا حقك تعب سنينك. والرساله بوجهها لصاحب المطعم، انت عم تدفع اللي بتدفعه، لا توقف عند اهم شيء بالمطعم. الزبون لا جاي ياكل معدات ولا جاي ياكل ديكور ولا جاي ياكل كراسي، الزبون جاي ياكل اكل طيب. اذا بتكون مطرز المحل بالماس وذهب، اكل طيب برجع لعندك، ما اكل طيب راح وحكى عليك، يا اما بياكل وبيروح وبيرجع لعندك ومعه ناس ومعه اصدقائه بيرفع راسه بلقمتك اللي انت قدمت له اياها. والله العظيم ورب الكعبه اذا بتكون فاتح بمحل صغير تحت الدرج بمنطقه شعبيه، بمنطقه مو كثير مشهوره، بمنطقه اي شيء، واكلك طيب ليجولك من اخر الدنيا. وفي مسائل كثير على كلامي، لانه في كثير ناس فتحت باماكن متواضعه باماكن نائيه، بتلاقي اجت العالم من اخر الدنيا لتاكل من عنده. ليش؟ لانه لقمته طيبه ولقمته نظيفه، ما همه الديكور. الزبون ما همه الديكور، الزبون ما جاي ياكل ديكور، الزبون جاي ياكل اكل. فلا تتعافن يا صاحب المخ المربع اللي انت يا صاحب المحل، طبعا مو كلهم بس الاغلبيه منهم، لا تتعافن على تعب الشيف انك تعطيه، هذا تعب سنينه. كل الحب والاحترام لكل الناس اللي عم تشوفني، متابعيني وغير متابعيني، للناس اللي بيحاربوني قبل اصدقائي متابعيني، كل الحب والاحترام لكم. بتمنى الرساله توصل لاصحاب المطاعم ورسالتي توصل للشيفات.
كان معكم الشيف شامل. اكيد لا تنسى الصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. دمتم برعايه الله، ودائما ان شاء الله بشوفكم باحسن الاحوال.